لان ده من اشهر محلات الاكل في امستردام. فاكرين همام في امستردام، وفاكرين حلمه اللي كان حلم جيل الثمانينات واوائل التسعينات، حلم ان يمتلك توسكانيني اكبر وافخم مطعم في هولندا. يا اخي تكون بتحلم تشتغل فيه. بشر اشتغل وحياتك لا اشتريه كمان، هي الاحلام بفلوس. النهارده الحلم ده اصبح حقيقه، شاب مصري قدر يحقق حلم همام، حلم جيل كامل. عشان نوريكم المصريين في اي حته ناجحين. وما بقاش مجرد مطعم كده المصري في هولندا، ده بقى اكبر وافخم واطعم واحسن مطعم مصري بيقدم مصري واوروبي في هولندا. هندخل دلوقتي نوريكم المطعم المصري ده مطعم مصري جوه. هدخل انا وخالد نوريكم المطعم ده عامل ازاي. بص عشان نوريكم المصريين في اي حته ناجحين. بص ده مطعم مصري، وبص الزحمه جوه عامله ازاي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. قولوا ما شاء الله في التعليقات يا جماعه. هنوقف لكم واحد من المطعم دلوقتي نتكلم معاه. اكبر دليل على ان مفيش مستحيل، والمصري لما بيحلم بيحقق. شايفين يا جدعان الدنيا فل ازاي، وبص المطعم مملي على الاخر. ده مطعم مصري، كل حاجه عندهم هنا حلال. بص مكتوب فوق هنا حلال اهو، ودنيا فل على الاخر هنا. وده واحد شغال هنا بقول لك اهو، ده واحد. انت مصري؟ انت مصري؟ كلكم هنا مصريين؟ حاجة جميلة وحاجة تشرف، وهي دي النماذج اللي لازم نعرضها على أولادنا عشان يشوفوها ونخلق الحلم جواهم. حتى أغاني الأفلام دي زمان ما كانتش مجرد تسلية، كانت بتخلق جوانا الحماس وبتزرع فينا الحلم والأمل. أيام السينما المحترمة كانت بتحسسنا إن مفيش حاجة مستحيلة، وكانت بتقول لنا لو صممت تكون هتكون. طول ما الشمس بتطلع لازم نحلم يا طه. ولما بسمع كلمات الاغاني القديمه دي والافلام اللي كانت بتتعرض في التسعينات واوائل انا مش فاهم ايه اللي حصل. يعني احنا رحنا فين؟ احنا بعدنا قوي يا جماعه. طبيعي انك بتكتسب ثقافتك من اللي بيتعرض قدامك على التلفزيون من افلام ومسلسلات. طبيعي تلاقي احباط، والقهاوي والكافيهات مليانه بشباب مش لاقيه شغل لان مش عارف شكل الحلم اللي يحلم بيه ما اتعرضش قدامه، ما شافش كده بيان على المعلم. مشكله انك تعمل لي فيلم كده لواحد مصري سافر امريكا من غير ما يدين اهله ومن غير ما يتنصب عليه بعد ما يروح من المافيا.